أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل. المشاركة المغربية في أولمبياد باريس كانت مادة دسمة للانتقاد في الشارع الرياضي المغربي، مع أمل ذهبية في كرة القدم. وبعد الإقصاء من النصف أصبح الذهب صعب المنال، ليأتي بقالي من بعيد بخطوات تملك في ثناياها الاجتهاد والرغبة في تشريف الراية المغربية، محققا ذهبية سباق 3000 متر موانع، ليدخل التاريخ بميداليتين ذهبيتين في نسختين متتاليتين، ويمنح المغرب ميدالية تجاوزت بها الجزائر كأكثر بلد عربي تحقيقا للذهب في الأولمبياد بعد مصر. ويضيف المنتخب المغربي لكرة القدم البرونزية بعد الفوز على مصر بسداسية نظيفة في المباراة الترتيبية. كيف تقيمون المشاركة المغربية؟ ومن سيحقق أفضل مشاركة عربية في أولمبياد باريس؟ شاركونا آراءكم وتوقعاتكم في صندوق التعليقات. أنا معكم زكريا بقي لصفحة سبورتر دي زد. إلى اللقاء.